بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا هتكلم في الحرب على إيران والاعتداء على إيران وعلى الشعب الإيراني. بس أنا مش عارف الدخلة منين، أو الكلام اللي أنا هقوله دخلته أو بدايته غريبة شوية، ولكن نهايته مش هتكون غريبة أبدا. رجاء الاستماع حتى النهاية. الحقيقة أنا أصلا عندي مشكلة وزهق رهيب جدا إن أنا أتفرج على أي مسلسلات أو أي حاجة من دي خالص. والحقيقة أنا لما بتفرج عشان أنا عندي زهق عالي شوية، أوفر شوية عن أي حد يعني. ولكن المسلسلات الوحيدة اللي لقيت أمل فيها كبير جدا إن أنا بتفرج عليها وأحب أتفرج عليها جدا هي المسلسلات الصيني، مش أي مسلسلات. مسلسلات عن المديرين التنفيذيين، والمسلسلات عن الناس اللي بتموت عندهم عقيدة غريبة جدا، يعني ناس تموت وترجع تتناسخ. ممكن يبقى عيل صغير يبقى راجل كبير. لكني لاحظت مع المعتقدات الغريبة ديت ان هما كتير يعني ممكن ينتحروا بشكل سهل جدا. اول عقدة جامدة عليهم ما لهمش مخرج، ما يلاقوش اي مخرج او اي حاجة ممكن ينتحروا، بحيث ان هما يتناسخوا، يرجع بقى عيل صغير، يرجع واحد كبير، يرجع في زمن في الماضي من 20 سنة، من 200 سنة. الحقيقة انا كنت فاكر ان ده مجرد افلام، لكن في الحقيقة او بشكل غريب ده واضح جدا ان دي معتقدات عندهم اصلا يعني. حتى ممكن يتناسخ في حيوان يعني. طبعا انا مش قصدي ان انا اتكلم على الصينيين بالشكل ده، ان انا اهين فيهم او اي حاجه. لا، انتظروا بس للاخر. انا بعتذر للصين يعني، لو ان هم يوصل لهم المفهوم ده، الموضوع مش كده خالص. في حاجات تانية برضو انا بشوفها، وللاسف وده عيب خطير جدا عند الشعب الصيني. الدياسه. للاسف الشديد جدا. يمكن زمان ما كانش عندهم الموضوع ده، وكان الحياء والشرف عند الأنثى أو السيدة. الخجل، العري، وإن واحدة تنام مع غير جوزها أو تخون جوزها أو أي حاجة من دي، كان الحاجة دي حاجة كبيرة أو من الكبائر أو حاجة كبيرة عندهم يعني. حاجة مش سهلة، حاجة فظيعة ممكن يموت فيها الزاني والزانية والحاجات دي. لكن مش عارف ازاي، ايه اللي حصل في الأيام ديت والسنين اللي فاتت دي. تغير الموضوع ده وأصبحت الدياسة عندهم بشكل رهيب جدا، يمكن من أكل لحم الخنزير أو حاجة من دي. أرجو الانتظار لآخر الفيديو، حتى هندخل على الحرب والاعتداء على إيران. ولكن الانتظار بس للآخر، إن شاء الله تعالى هيوصل لكم اللي أنا عايز أوصله لكم. فالموضوع ده غريب جدا يعني. ده من أكل لحم الخنزير والحاجات ديت، لأن هو بالفعل بيزود هرمونات الأنوثة وغيرها يعني، ومؤذي. يمكن أكتر شعب بياكل لحم خنزير هو الشعب الصيني، للأسف يعني. لكن تخيل كده بقى مع معتقدات ناس هم وكوريا الشمالية عندهم معتقدات زي دي، حاجات غريبة جدا يعني. ممكن ينتحر الواحد لو في حالة إن في مأزق جامد عليه ولا أي حاجة من دي، ممكن ينتحر. بل حتى لو في حواليه أو اللي أذوه ناس كتيرة، ممكن يضحي بنفسه ويضحي بيهم كلهم يعني، ممكن يخلص عليهم خالص بسبب هذه المعتقدات. طبعا المعتقدات بالنسبة لنا كمسلمين طبعا فاشلة، بس هي بتدل على ان في الاصل ان الدين وصل للعالم كله على اساس ان في حياة، الحياة الاخرة. ولكن طبعا مع الاوقات والازمنة والشيطان والعياذ بالله اللي يلعب في دماغ الناس، حولت الافكار باشكال وبشكل اخر يعني. لان احنا هو فعلا في حياة اخرى اللي هي الحياة الاخرة. تمام. وبعدها يا جنة يا نار، نعوذ بالله من النار يعني. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. مهم، لو كوريا الشمالية كمان نفس الموضوع، فانت هتبص هتلاقي فيه حاجة غريبة جدا يعني. ازاي ناس بالشكل دوت، فاساسا هم اللي ممكن يبتزوا يعني. كوريا الشمالية والصين عندهم قوة عظمى من الاخر يعني.
يملكوا أسلحة نووية، يملكوا أسلحة رهيبة جدا. يعني ممكن يكون عندهم القدرة أو الابتزاز يكون بشكل كبير جدا، أكبر من أي حد. يعني ممكن يبتزوا أي دولة من الآخر يعني كده. فأنا لما قعدت أفكر في الموضوع دوت وفي الحوار دوت، اكتشفت إن الوحيد تقريبا اللي مانعهم هي روسيا. ما هو انت هتجيبها يمين شمال، انت اصلا يعني روسيا لو عايزه تبتز اي ده، وحتى امريكا نفسها هتبتزهم بكوريا الشماليه مثلا، وهيبقى سهل الابتزاز. يعني هو اساسا ما عندهمش مشكله، هم ممكن يضربوا ويتضربوا على اساس ان هم هيموتوا ويعودوا لحياه تانية في حته تانية. فبالتالي اساسا بالنسبه لكوريا الشماليه يعني، فبالتالي اصلا اللي عامل سلام حتى الان هي روسيا. يعني اللي فعلا حاميه العالم هي روسيا، مش امريكا. بالعكس، امريكا والصهاينه عمالين بيعملوا اعتداءات رهيبه جدا على العالم كله، وبقى قراصنه بالفعل، وبيأذوا ناس كتيره فعلا. ولكن الحرب دي مختلفه. الحرب دي المره دي مختلفه جدا. انا مستغرب ازاي حتى اللحظه دي ان ليه. انا عارف ان في اتصالات يعني مع روسيا وكوريا الشماليه، وكأن الرئيس بوتين منتظر وقت معين هيستخدم فيه كوريا الشماليه، بحيث ان هي تبتز امريكا مثلا او اي حاجه من دي. ان هو بالفعل يقدروا يعملوا كده. مفيش هو صاروخ واحد هيتضرب على امريكا ولا هيتضرب على الكيان الصهيوني، انت مين هترد فين بقى؟ خلاص حرب نوويه عالميه خلصت. انت فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ يعني اللي انا عايز اوصله ان الابتزاز المفروض اللي ممكن يبتز بجد يعني هي روسيا وكوريا الشماليه والصين. عندهم القدره ان هم يعملوا كده وينجحوا في كده كمان. فليه اصلا امريكا مستمرة في الغباء اللي هي فيه، وواحد ده هبل او مجنون او بيدعي الجنون، في حين ان هو ما شافش الجنون اللي الحقيقي اللي هو في كوريا الشمالية. انت هو المفروض ان هو عارف الكوريا الشمالية، الشعب الكوري الشمالي عايش ازاي اساسا. فالمفروض يبقى عارف ان الموضوع، لو روسيا بس سابت كده كوريا الشمالية فخلاص ما فيش امريكا. انا ما بتكلمش على الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لو فكر ترامب ولا اي حاجه يضرب نووي على ايران، فمش هيبقى في كيان صهيوني، وهتفضل ايران برضو يعني برضو هتفضل ايران ان شاء الله تعالى. لكن ساعتها هتقلب حرب نوويه، وهيبقى الاسبقيه للي هيضرب نووي الاول عشان يلحق يخلص على التاني. يعني خلاص ان العالم انتهى. يعني حتى الشياطين اللي هو ورا ترامب وورا الكيان الصهيوني، وانا بتكلم على الشيطان فعلا، شيطان اللي هو من الجن، يخاف من حاجة زي دي، لأن هتبقى نهاية العالم هي نهايته أصلا. يعني حتى نهاية العالم دي اليوم الآخرة هو يخاف منها. ف أنا اكتشفت من الموضوع إن أصلا لو الموضوع استمر عن كده، فالموضوع هيتقلب بابتزاز، بس مش من الجانب الأمريكي بل من الجانب الروسي، الصيني، الكوري، الإيراني. هي دي الحقيقة اللي واضح جدا ان الى ترامب بمخابراته وانجلترا اللي هي المفروض اصلا قوة عظمى. يعني انا ما بعتبرش امريكا دي، للامانة انا ما بعتبرش امريكا دي ان هي حاجة يعني. انا اعتبر انجلترا، ما اعتبرش امريكا. ويمكن لما رئيس انجلترا او ملك انجلترا راح امريكا كام يوم اللي فاتوا دول، هزق ترامب. هي دي الحقيقة. هو ايه قدام انجلترا اساسا يعني؟ يعني انا حتى لما اعتبر قوة اعتبر انجلترا، ما اعتبرش امريكا اساسا يعني. حتى امريكا بس منظر كده، وسلاح نووي واسلحة وتكنولوجيا، وحوار بنسخة فاشل. ولكن الكيان الصهيوني بشكل او باخر اخترق امريكا بشكل كامل. آه، وما اعرفش اخترق انجلترا ولا لا. يعني انا حاسس ان هو اخترقها يعني. ده الكلام ده يرجع بقى الملك انجلترا. يعني لو هو جواه يخاف ان هو يقف للكيان الصهيوني، هو بالفعل الكيان الصهيوني اخترق انجلترا بشكل كامل واخترق الكل. الوحيد اللي يقدر يقول الكلام ده صحيح ولا لا هو ملك انجلترا نفسه، لانه هو الوحيد اللي جواه عارف هو يخاف من
الكيان الصهيوني، ولا بالنسبة له الكيان الصهيوني ده زي ما هي انجلترا السبب في وجوده تقدر تنهيه اصلا يعني. فالوحيد اللي يقدر يجاوب على السؤال ده هو ملك انجلترا نفسه، هل من جواه بيخاف من الكيان الصهيوني ولا لا. نهاية الكلام اللي انا بقوله ده هو جزء من الحرب النفسية. هل امريكا مستعدة او مستعدة يعني لحرب الطول ويتم الابتزاز بالعكس يعني الموضوع يتقلب. وانا قلت الكلام قبل كده ان ممكن يجبروا ان هم يتضربوا ومحدش يقدر يتكلم. اقسم بالله زي ما انا بقول لكم كده يا جماعه الموضوع مختلف خالص. اوكرانيا، الكل شايف ان هي بتحصل ضرب من روسيا على اوكرانيا، واوكرانيا بتضرب مش عارف على روسيا. انتوا متخيلين ان يعني لو روسيا عايزه تتيح باوكرانيا بالكامل مش هتعرف؟ اقسم بالله ما الموضوع ما هياخد 24 ساعه. ومش بنووي، انا ما بتكلمش على نووي، ولكن واضح ان الرئيس بوتين بالفعل عبقري وقدر يلعبها صح ويوحي للكل ان هي حرب، وحرب شغاله عادي. انا في الاول حتى كنت معتقد ان هو تنسيق ما بين امريكا وانجلترا عشان حواري، لغايه طبعا ما بانت الموضوع وتتكشف ان هي الموضوع مش كده خالص، ده الموضوع تخطيط مسبق وفخ وقعت فيه امريكا بامانه. وقعت فيه امريكا عشان هي مشت ورا الصهاينه اصلا يعني. لو كانت امريكا سابت الصهاينه كانت من الاساس ما كانتش وقعت وكانت فضلت امريكا زي ما هي. لكن لانهم جابوا واحد زفت اسمه ترامب عامل فيها مجنون، وهو اصلا ما شافش الجنون على حقيقته يعني. لو الفترة اللي جاية اصلا لو الدنيا ما هدتش هيشوف كوريا الشمالية هيعمل ايه. خد مني الكلام واستمع وانتظر الفترة اللي جاية. دلوقتي عرفت انا بتكلم بقى على ليه انا قلت في الاول الصين وكوريا الشمالية وال- والتناسخ اللي هو اللي يموت ويطلع في حتة تانية او في زمن تاني والكلام ده كله. لان هي اصلا لو حصلت حرب هم ما عندهمش مشكله ان هم يضربوا نووي ويموتوا اساسا. فمين الخاسر؟ الكل خاسر، واولهم امريكا وانجلترا والكيان الصهيوني وكله اصلا الكيان الصهيوني. انا لا اعترف انه حتى اللحظه دي ان هو في دوله اسمها كيان صهيوني اساسا يعني. مفيش حاجه اسمها اسرائيل على فكره، اسمها اراضي فلسطينيه محتله. السلام اتعرض على الكيان الصهيوني من فتره، انا نفسي اتكلمت فيه في 22 ورفض. واثناء الحرب على غزه حصل من قاده غزة، من قادة حماس، وبرضه رفضوا. كانت فرصة. عايز اقول ان موضوع الابتزاز، وانا بوجه كلام الامريكا والصهاينة، الابتزاز انتم ما شفتوش يعني ايه ابتزاز. الفترة اللي جاية كام شهر اللي جايين كل ما الحرب هتطول هتفهم يعني ايه ابتزاز، هتفهموا يعني ايه ابتزاز، وهتندموا ان انتم مشيتوا في السكة العبيطة دي. اللي انا بقوله ده ممكن ينهي الحرب على فكرة، لانه الكلام حرب زي ما بقول هنا، انا بقول حرب نفسية. ولكن اللي انا بقوله هم بياخدوه هيحللوه وبرضه هيكتشفوا ان بنسبة 90% كلامي صح، وان الموضوع اخطر حتى مما عقلهم استوعب او ممكن حتى يستوعب. هم بيشوفوا حاجة كأجهزة مخابرات، هم عقليتهم مش عقلية البشر العاديين، مش عقليتنا احنا كناس عاديين. لما بتكلم باختلاف وبتكلم على نفسنا احنا كبشر، ان هم مش بشر بصراحة. المخابرات دول مش بشر، عقلياتهم بيبقوا اوسخ من المرضى. ليهم تفكير معين، دراسات معينة، حوارات معينة، فما بيعرفوش الطبيعي. هم نفسهم اللي ما يعرفوش الطبيعي ايه بتاع البني ادم. انت فاهمين الموضوع ازاي؟ فاحنا بنشوف احسن منهم في حاجات، احنا بنشوفها احسن منهم. انما هم كأجهزة طبعا هم جامدين جدا، لكن انا بتكلم ان في حاجات مهمة جدا جدا هم مش بيشوفوها ومش هيشوفوها. احنا كناس عاديين بنشوفها احسن منهم 1000 مرة. فالابتزاز الحقيقي امريكا والكيان الصهيوني لسه ما شافوش حاجة. وانا بقول لكم والله ايران تمتلك سلاح نووي، ولو ما تمتلكش على فكرة
يعني حتى لو ما بتمتلكش، مجرد ان هي عندها يورانيوم مخصب، هو سلاح نووي. مجرد ان هو هيتضرب على اي حته هو مؤذي. يعني لو اتضرب على الكيان الصهيوني مش هيبقى فيه كيان صهيوني اساسا. ويوم ما هيحصل حاجه زي كده، او هتتضرب ايران نووي وترد هي على الكيان الصهيوني، هي مش هترد على امريكا، لكن في غيرها اللي هيرد على امريكا. ساعتها هتبقى الاولويه اصلا، ساعتها هتبقى حرب عالميه نوويه. بصراحه من غير زعل انا اتمنى العالم ينتهي نخلص. انا اللي انا شفته في مصر اصلي مش شويه برضه. فيعني انا فاض بيا اصلا، بالذات من البلد اللي بنت المتناك اللي انا قاعد فيها ديت، والسيسي ابن الشرموطه ده. خلاص انا جبت اخري اصلا، ومش عارف انا خلاص، انا مش عارف اعمل معاهم ايه. يعني انا خلاص يعني. وشيخ الازهر بقول له عيب عليك واحترم نفسك، لما يتلعب في الدين ويتغير في الدين قدام عينك، فانا حرام عليك. ايران اهي بقت اقوى من اي دوله عربيه، عشان هي حضرتك متمسكه بالدين الاسلامي. سيبك بقى انت كان في حاجات متحرفه، في حاجات غلط، في حاجات صح، ما انا ماليش دعوه. اسمهم مسلمين، اسمهم مسلمين. وبقت اقوى هي من اي حد، ووقفت الكلاب الصهاينه بالدين الاسلامي. لما كنا مسلمين كنا برضو اقوى دوله واقوى الدول. لما بعدنا عن الاسلام بوظنا، الخيانه كبرت وكترت قوي في كل مكان وفي كل حته. المهم انا بوجه كلامي اخر حاجه وبنهي، بعد ما خلاص بقى انتوا امريكا عيشوا حياتكم، رغم ان انا متاكد ان كلامي ده هيوقفهم عند حدهم، لانهم هيخافوا. انا بقول لكم، أنا بقول حرب نفسيه، يعني انا بتكلم كلام بهزهم بخوفهم، حرب نفسيه. لكنها هتهزهم هزه جامده، ممكن حتى يردوا على كلامي بان هم ممكن يضربوا النووي، بس ساعتها الرد هيبقى قاسي جدا. يعني مش موضوع بقى ان هم هيضربوا اول حاجه ويضرب ايران النووي عشان العالم يتهد والكلام ده، لا. ده الرد هيبقى على الكيان الصهيوني من ايران، ده لو هي اللي ما ردتش على امريكا يعني. بس انا بقول لكم هو الرد هيبقى على ايران، على الكيان الصهيوني. اما امريكا هتبقى من حته تانية. والغريبه ان رغم دول كتيره عندها نووي، ان ما فيش حد استخدم نووي في العالم الا امريكا. هل امريكا هي الدوله الارهابيه في العالم؟ وهل بوتين هو فعلا رجل السلام في العالم؟ هو حد يقول لي اوكرانيا ودول تانية كتير كلها تبع الاتحاد السوفيتي السابق، واللي دمرها برضه واللي اتدخل وتلاعب وقطعها هي امريكا والكيان الصهيوني الاتنين. لا حول ولا قوة الا بالله. اخر انا هختم بس الكلام بتاعي دوت انا بحذرهم هنا في مصر. ما انا جبت اخري وحقي هاخده بالذوق، بالعافية. انا هروح لكم بسكاكين والاسم، هروح لهم وهتارك معاهم. مش مصدقين افتكروا كلامي دوت. يعني انا خلاص، يعني انا اقسم بالله العلي العظيم خلاص انا جبت اخري. أه. حتى انا كان بامكاني اسافر روسيا ولا اسافر اي دوله حليفه لروسيا اقعد فيها، انما للاسف انتوا هنا هديتوني حتى ما بقدرش اشتغل. يعني حتى من اسافر ما ينفعش اسافر خلاص. داخل على 49 سنه كمان شهرين، عمري راح، حياتي اتدمرت، كل حاجه اتدمرت، قلبي اتكسر على ابني، كل حاجه. انتوا دمرتوا حياتي. لا وايه كمان المصيبه السوداء، ان هما بيضغطوا عليا اكتر واكتر، حاسس ان مش في دماغهم حاجه، حاسس ان انا انسى. ولا انا ما بنساش اي حاجه حصلت فيا، ولا مع ابويا ولا امي اللي انتوا قتلتوهم، ولا مع ابني، ولا مع قلبي اللي اتكسر عليه، ولا مع حياتي اللي اتدمرت، ولا عمري اللي راح ومن غير سبب. مفيش سبب، مفيش عرس هنا في مصر يقدر يقول انا عملت كذا مثلا كذا. لا لا لا، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه خالص. سبحانك يا رب. هو بس حوار ابن نسخه، ان لم يكن انا كنت محطوط في تجربه ما. وانا وجهت كلامي اللي قبل كده للجيش، انا مش عايز اتكلم عن الجيش لسبب واحد، عشان ما اعملش فتنه في مصر، فبدافع عنه، فبدافع عنه عشان خاطر مصر. اما الامن الوطني هم اللي متصدرين، هم اللي مسؤولين عن التامينات، وهم اللي مسؤولين عن الداخليه، وهم اللي مسؤولين، هم اللي بيتعاملوا مع الناس دي. فما حدش فيهم يطلع يقول لي انت واقف لنا ليه، ما تقف مثلا للجيش. ما احنا في حاله حرب، فالجيش المفروض هو اللي متحكم في مصر كلها مهما كان.
انتوا اللي متصدرين. وفي الاساس الموضوع من الاول خالص، من يجي اكتر من 20 25 سنه، انتوا اللي كنتوا السبب، وانتوا اللي دخلتوني في اللي انا ماليش فيه، ودخلتوا نفسكم في اللي انتوا مالكوش فيه. اي بقى شرمطه، اي حوار ابن وسخه. انا مش فاهم انا الكلام ده، وما بتهددونيش ان انا عشان هنا قاعد في الدور العاشر ان انتوا هترموني من البلكونه تهددوني. يعني انا خلاص، انا ميت ميت اساسا، انا ميت ميت. بس اللي عملوا فيا كده كلهم هيدفعوا الثمن. تمام. انا انهي كلامي انا دلوقتي اهو، انا بقول للجيش انا بعت لكم رساله قبل كده وقلت لكم، ولغايه اللحظه دي مفيش حد عمل حاجه، بل كله بيضغط عليا. والامن الوطني انا ممكن اخليهم كلاب للجيش، اقسم بالله انا ممكن اخلي الامن الوطني كله كلاب للجيش، زي ما خليت قبل كده السيسي كلب لامريكا. اقسم بالله العلي العظيم لو اتكلمت على الامن الوطني لا هخليهم واحد واحد مرعوبين، يعملوا بص همسه غلط يتحركوا كده ناحيه او يتحركوا كده يعملوا حاجه غلط بس كده، والمصحف الشريف على استعداد. لا خليهم يترعبوا ان هم يفكروا في الغلط، مش يفكروا في الغلط. فبلاش، عشان انا برضو الوقت ده خطر. انا مش عايز اسبب في فتنه، ومش عايز اعمل اي حاجه. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. استغفرك ربي واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.